قصف دمشق اليوم. طبعا في بعض أحياء دمشق ومن قبل الإسرائيلي. السيناريو الآن في أسئلة كتير تيجي على بال الإنسان بيسألها، بيقول شو عم بيصير بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة في سوريا. طبعا إحنا بلانا وبلاء الشرق الأوسط وكل الدول العربية وهو الإيراني. الإيراني عنده مخطط بده ينفذه، لكن إسرائيل ما راح تسمح وأمريكا ما راح تسمح، والله أعلم شو الطبخة الجديدة. تضرب كردستان العراق، واليوم دمشق، وفي الأمس ضربت جنوب السويداء، وفي الشمال التركي يتصدر المشهد. واليوم سمعنا خبر المسؤول عن الناتو يدعو كل الرعايا في الشرق الأوسط أو في الدول العربية وإلى آخره الخروج من المنطقة بأسرع وقت. أنا بستطيع أني أحلل وأجاوب، لكن ما راح أجاوب وأترك هذا التحليل والتعليقات للمشاهدين والأصدقاء والمتابعين. لكن بدي أقول كلمة: الله يعين الشعب السوري، الله يعين الشعب، الله يعين الشعوب العربية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط لما هو قادم. لا تنسوا بدمشق عندنا أكثر من 700 800 أو 900 ألف جابتهم إيران وحطتهم خلايا نايمة، أسفين دقتهم في دمشق. أنا أخشى ما أخشاه بالأيام القادمة، حتكون الأيام قاسية جدا. ممكن تغيير الوجهة بالكامل، ممكن يخرج شخص يقال له السفياني، والله أعلم، يجلد الجميع، والله أعلم شو بصير. فهذا أخشى ما أخشاه. والله ماني عارفان شو بدي أحكي، والله الوضع مأساوي، والله العظيم. الله يكون بعون الشعب السوري في الداخل. الوضع صعب إخواني. الحرب اليوم واقفة على شعرها، شغلة صغيرة بتهب كلياتها. فبتمنى من الشعب السوري، احنا بنعرف انه الشعب السوري كله مكبل، ما قادر يصنع شيء، ما قادر يستطيع يعمل قرار، ما قادر يستطيع يعمل أو يشكل شيء يمثله أمام المجتمع الدولي. لا حياة لمن تنادي طالما أن الشعب السوري متفرق، خلافات، مشاكل، وكل واحد باتجاه، لا نستطيع أن نفعل أي شيء. إيدينا مكبلة ولساننا لا يستطيع فعل قول أي شيء. للأسف كله عم بيروح بالهاوية. والله بنتمنى من قلبي، أتمنى للشعب السوري في الداخل الله يكون بعونه، والله يكون في يعون بالشمال وبإدلب، بسويدا، بريف دمشق، وبدرعا. الله يعين الشعب السوري. حقيقة الوضع صعب يا أخواني. المسرحية يبدو احتمال يكون في حلول، لكن أنا لا أرى الحلول الآن. الوضع كل ماله عم يتفاقم. بتمنى من كل واحد بيشوف هذا الفيديو اسمع تعليق، وأكون شاكر لك. تحياتي للجميع.